هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يومنا ويومكم كله خير. النهارده بقى عند ماما. كنت بايته عندها من امبارح. صحيت بقى بدري واتوضيت وصليت وفطرت، وقلت بقى اقوم اعمل كام حاجه كده في البيت، يعني حاجات بسيطه. فقلت اقوم اعمل كام حاجه كده معاها. انا بحب اليوم اللي اكون فيه عند ماما اصحى بدري علشان نخلص اللي ورانا ونلحق نتغدى ونقعد مع بعض شويه. دي توفي بقى وهي بتلعب مع اخويا. بصوا بقى، ده بخور انسام اللي هو اللي انا بستخدمه. بس الريحه بتاعته اسمها روح المسك. هو في منه طبعا روايح كتير. هو منزل منه اقماع، ده اللي هو الاقماع. وفي اللي هو العيدان ده اللي هو عندي انا بستخدم ده برضو، بس بستخدم نوع تاني اسمه سندس. روح المسك ده بصراحه اول مره اشمه يعني. بس عامه انا بحب اي حاجه مسك. استنوا اوريها لكم. هو بيجي كده في العلبه دي، وانتوا اكيد عارفينه. بيجي في العلبه دي، بيبقى كده بخور اقماع. هوريكم بتولع ازاي. وبيبقى معاه دي، احنا عشان مستخدمينها. بيبقى معاه دي كده جوه عشان تحطوا عليها البخور. بس ريحته حلوه قوي. للناس اللي بتحب المسك ريحته بجد حلوه جدا. ماما خلتني اطلع فراخ للقطه. ده يعني ده اكل عامله لها مخصوص، يعني ده اصلا دي ربع فرخه. هو لسه نيه، يعني لسه هتعملها. وقالت لنا احنا كلوا اي حاجه. انتوا متخيلين؟ يعني مطلعه، قالت لي طلعي الاكل بتاع القطه، هتلاقي ربع فرخه كده في التلاجة على جنب، مقسمه بقى للقطه ربع 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 ربع، في يعني في طبق لوحده في الديب فريزر. وبصوا بقى هي هتعمله لها بقى دلوقتي، واحنا هناكل اي حاجه. انتوا متخيلين؟ بس عادي، اكرام الضيف. ايه اسمها ايه؟ بصوا بقى، دي احلى كفته ممكن تاكلوها في حياتكم. ماما بقى عاملاها من امبارح، ويعني متبلاها من امبارح وسايباها في التتبيله من امبارح في التلاجة. وبتعملها كده زي ما انتم شايفين. هي تبان ان هي زي الطعميه شويه. ماشي، بس انا بحب اعملها مدوره. عشان اخواتك بيحبوها كده، ما بيحبوهاش. بس هي بتبقى حلوه قوي 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 بجد. هوريكم كمان بعد ما تخلص بتبقى عامله ازاي. هي يعني النهارده قالت مش هاكلكم حاجه، واهم حاجه القطه. بعملها زي الميني برجر كده. قعدت تقول مش هاكلكم حاجه ومش عارف ايه، بس لا، قامت وعملت لي كفته اهو. وهناكل بقى كفته وفراخ وبطاطس، صح؟ بس والله بتعملها حلوه قوي قوي قوي، وهوريها لكم بعد ما بتخلص بتبقى عامله ازاي. لان اخويا بيعمل احلى كوبايه قهوه، صح؟ هي باينه في الفيديو ان هي فاضيه، بس هي ايه؟ لا فيها، ما تقلقوش. ايوه هي مليانه. وما ينفعش تقلبوا القهوه اول لما تحطوها، تسيبوها شويه لحد ما الفقاقيع اللي فيها تهبط، بس كده. وبعد كده قلبوها تقلبتين ثلاثه. انا بقى اول ما بحطها بقعد اقلب فيها كتير. اول ما بحطها عشان الفقاقيع دي تروح. غلط، لازم تهدى شويه. والقهوه نفس عموما زي الاكل. يلا سلام عليكم. بصوا اهي مليانه اهي. ايوه. واهم حاجه لازم يبقى معاك معلقه ذهبي. يعني ذهبي، ما تعمليش قهوه. والمفروض الكنكه تبقى نحاس برضو، يعني حلو النحاس. بتبقى حلوه قوي النحاس في القهوه. بجد؟ طب التليفون عشان اقلب. ماشي. يا تقليبه كده بسيطه وتسيبيها. تعملي لها واحده كده، تنزلي الفقاقيع اللي فيها، بس كده. يعني احسن تكون تقليبه دلوقتي، وكمان نص دقيقه تاني، يعني كمان 10 ثواني مثلا تقليبه تاني وشكرا. بس عايزين نشوف الفاينل لوك. الفاينل قهوه. انا بقى بحب اصب القهوه مره واحده. محبش اعملها على على وشين. الاضمن والاحسن ده القهوه، يعني نقفل اول حاجه. في ناس بتعملها على وشين، يعني انا بحب حبه وتسيبهم يغلوا على وشين. انا بحب على وش واحد بس مره واحده كده. عشان القهوه بوش واحد مش بوش. يا جماعه الوش تحفه بجد. عايزه اقول لكم ان القهوه فعلا نفس، لان انا مش بطلع الوش ده بصراحه. يعني ساعات بتطلع معايا كده وساعات بتطلع معايا كده،
فهي بصوا بقى بصراحه طالعه ما شاء الله تحفه 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 بألف. هحط بقى الكفته على النار، ودي حبه اخر حبه. نسيبها بقى على النار على نار واطيه ولا عاليه؟ لا نار واطيه، نار واطيه عشان ما تتلسعش بتفك وبتفك. وده بقى يا جماعه اكل القطه. بصوا النظافه. ده هيتسلق مع الفراخ اللي هي طلعتها الصبح. بتسلق فراخ وبطاطس وجزر المفروض فيه كوسه بس وبتحط لها كمان كوسه، بس ما فيش كوسه دلوقتي. فهنحط بطاطس وجزر وفراخ مع بعض يتسلقوا، وبعد كده بتعملهم بطريقه كده زي ما وريتكم، هوريكم برضو النهارده. بس وايه تاني؟ وزي ما بقول لكم يا جماعه، اي حد عنده حيوانات في البيت يعني قطه كلب اي حاجه، اهتموا بالاكل بتاعهم اكتر ما بتهتموا بالاكل بتاعكم، لان دول ارواح بس مش بيتكلموا. يعني الفرق ما بيننا وما بينهم ان احنا بنتكلم بنقول جعانين، لكن هما مش بيتكلموا. فاهتموا باكلهم زي ما بتهتموا باكلكم بالظبط. بس بقى هوريكم بقى الاكل بعد ما بيخلص بيبقى عامل ازاي. بقى الفراخ والبطاطس والجزر هنحطهم بقى على النار، هنحط فيهم ميه وهيتسلقوا، واوريها لكم بعد السلق بقى بعد ما يخلصوا خالص هيبقوا عاملين ازاي. ودي الكفته بقى بعد ما خلصت، بصوا تحفه 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 وجوسي وجميله. هندوق بقى واقول لكم. وجانا بقى نازلين رايحين الدرس وسايبيني. يا رب تنجح يا تتح. باي باي. يا لهوي. باي باي. متأخروش. لا بصوا بقى النهارده يومي خلص عند ماما. عايزه اقول لكم ان اكلنا بقى وشربنا وعملنا كل حاجه ولبسنا ونازلين، علشان النهارده اخويا اللي هو كان كاتب كتابه من قريب هيودي العفش بتاعه. فاحنا لازم لما يكون في حد هيودي العفش او كده لازم كلنا نروح، يعني كلنا هنا في البيت. دي طقوس عندنا ان احنا يوم العفش ده بنروح وصحابنا وكده واقرب الناس، يعني لو احنا وصحابنا اقرب الناس لينا وبس، يعني بنستنى لحد ما العفش يجي وكده. فاحنا قاعدين مستنيين العربيه يعني تيجي وكده العفش، لانها جايه من القاهره. فلبسنا بقى وخلصنا وقاعدين مستنيينه، ولما نروح هناك هحاول برضو اصور لكم. بس احنا نازلين بقى دلوقتي رايحين يعني وبس كده. عايزه اقول لكم ان احنا نزلنا بدري وقالوا ان العربيه بتاعت العفش هتتاخر وهتتاخر حبه حلوين يعني. رحت انا وماما قعدنا في مكان لحد ما يخلصوا، وانا طلبت كيوي وماما طلبت فيروز. الكيوي كان حلو قوي بصراحه، واستنينا تيتا لحد ما كان حلو. يا صاحبي وريني الحنه اللي في ايدك. جميله. واخيرا يا جماعه العفش جه الحمد لله، ودي العروسه. قولوا لها مبروك. عايزه اقول لكم ان احنا فضلنا قاعدين كتير جدا عقبال ما العفش يجي، وكل شويه يقولوا لنا جايين جايين، فقعدنا حوالي 3-4 ساعات، بس الحمد لله اخيرا جه بالسلامه. هي تسهيل بتاعت ربنا. بس كده اليوم خلص. يا رب ايامنا كلها فرح. ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات. باي باي.